شاء الله تبارك وتعالى كاين واحد من الرجال في فتح العارفين بالله. اللهم اقنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. ايضا يتقدم الشيخ عمار بدر الدين الى تفضل شيخ. هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ولأن قدوتنا إلى الله محمد عليه الصلاة والسلام. لأن صح خرجت بزينة ولدت بزينة واللذة بكل ما تحمله كلمة من معنى. وسام يحمل خريطة الجزائر، فخر واعتزاز بانتمائنا لهذا الوطن. نظم اليوم فوز مجد كشفي يوم دراسي حول التحصيل القرآني ببلدية بريزينا لتدارك يعني السنين الأخيرة شفنا تقهقر في التحصيل القرآني ببلدية بريزينا مقارنة بالبلديات الأخرى، وذلك من إلقاء الدكتور عماري بدر الدين أستاذ محاضر بجامعة وهران مشكور على تلبية الدعوة. الحمد لله كان حضور كبير وكان هناك تجاوب لهذه مثل هذه المبادرات. رحيم هذه المداخلة اليوم التي كانت من تنظيم فوج المجد الكشفي لبلدية أو دائرة بريزينا، جزاهم الله خيرا، أكرموني بهذه الدعوة المباركة لأجل أن نضع بعض اللبنات والأصول والقواعد المتعلقة بتحفيظ القرآن الكريم، خاصة أن بريزينا كانت يعني بلدة سباقة جدا في تخريج أهل القرآن من محافظة القرآن الكريم ممن هم الآن إطارات سامية في الدولة الجزائرية. ولكن هذا التراجع الذي شهدته البلدية السنوات الأخيرة دق ناقوس الخطر أو دقت به الكشافة الإسلامية ناقوس الخطر، لأجل أن نحاول بقدر المستطاع أن نضع أولياء الأمور في صلب الموضوع وأن نبين قيمة التعليم القرآني وقيمة وأهمية القرآن الكريم في تنشئة الأجيال، والحرص بقدر المستطاع على العودة بهذا الجيل يعني هؤلاء الأبناء والبنات خاصة مع الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، أن نعيدهم إلى الأصل القويم وإلى المولد المعين من خلال العودة إلى تحفيظ وإقراء القرآن الكريم على مستوى المدارس القرآنية أو الزوايا أو المحاضر أو حتى الجمعيات وغيرها.